السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. اخوان هذا الفيديو للفائده، استفادوا من ماكو كم نموذج ما اعرف دخيل رب العالمين. اخوان اليوم الصبح صار بي موقف، رحت على عندي صديق ابو بيطره ما لقيته، رحت الواحد اجيب فيتامينات لي للحلال يعني. المهم لقيت هناك احد الاصدقاء قاعد من مشتري هم دواء، سلمت عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيته مشتري دواء. لما اخذت الدواء من عندك قلت له ما ليش؟ قال هذا المهم علاج فطريات وكذا. قلبت الدواء بواحته اكسباير. قلت له يابا هذا اكسباير. حاشيت الدكتور، قلت له دكتور هذا اكسباير. لا ينب عليه، يقول لا احنا معبيه. قلت له دكتور شنو انتم معبيه؟ هذا شركه شنو انتم معبيه؟ هذا عبيته حبايه هو شريط ينب يقول لا هذا مو مثل شو اسمه البشر عادي حتى لو كسبر يشتغل. فيا اخوان المغزى من هذا الفيديو دير بالكم من جماعه شو اسمه اهل البيطره باي مصلحه. وبعد شغله ثانيه ايش قلت له؟ قلت له دكتور اكو علاج مال تنفسيه. قلت له اتمنى بس اطق له صور ينب عليه. يقول لي ها ما اقدر اني هذا سر مهنتي ها ما ادري شنو. المهم جابها منا ما خلاني اطق صور. قلت له عندي متابعين يطلبون وكذا. ينب عليه يقول لي ما اقدر. يعني الامام علي عليه السلام يقول خير الناس من انفع الناس. يا اخوان واكو عالم هسه قام تشوفك فلوس ما تشوفك انت انسان. شلون ياخذ فلوسك باي مصلحه، بالدجاج بالدواء بالسيارات باي مصلحه. مع احترامي للسامع عليش يعني شنو اذا انطيتني من مهنتك راح تنقص؟ بالعكس رب العالمين يزيدك رزق اكثر. بس هذا مع احترام النفوس الضعيفه. فانا حابب احذركم اخوان من الدواء، دير بالكم ترى كسباير قاعد يبيعوا لكم اياه. تشوف حلالك ما قاعد يطيب عليه وما يصير زين قاعد يبيعوا لكم اياه كسباير الا ما رحم ربي. اكو عالم ناس طيبه بعدها موجوده. تحياتي لكم، ربي يوفقكم.